السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح احنا اتكلمنا عن الفصل الأول من الفيزياء الكلاسيكية. إن شاء الله النهاردة هنخلص الفصل الثاني بإذن الله كمراجعة، وأقول لك على الحاجات اللي أنت المفروض تركز عليها وأنت بتراجع الفصل ده. أول حاجة أنت المفروض تركز عليها وأنت بتذاكر الفصل ده هي وحدات القياس. وحدة القياس الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض، وإيه الفرق بين الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض. تمام؟ طيب خلينا في الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي اللي هو فاي بيساوي بي في ايه ساين سيتا. اللعبة في الباب ده بالتحديد على فكرة الزوايا هي والباب الثالث بالظبط. تمام؟ هنا الزاوية دي هي الزاوية بين السلك تمام والمجال المغناطيسي، يعني دي الزاوية بين السلك او الملف، خليها الملف والفيض المغناطيسي. طب لو قال لي ان الملف دار من الوضع العمودي، لو الملف دار من الوضع العمودي هطرح الزاوية دي من 90، يعني هتساوي سيتا دي هتساوي 90 ناقص سيتا. يعني هو لو قال لي اللي هو لو دار من الوضع العمودي، فبالتالي انا هطرح الزاويه اللي هو اداها لي دي اللي هي زاويه تحريكه من الوضع العمودي من 90 عشان اعرف الزاويه اللي انا المفروض احسب بيها بكام. تمام؟ ماشي. ده بالنسبه للفيض المغناطيسي. طيب تعال نتكلم على او ندخل في حاجه مهمه بقى اللي هي بتاعه كثافه الفيض بتاعه الملف الدائري والملف اللولبي والسلك الكهربائي. مبدئيا بس كثافه الفيض بتاعه السلك بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. تمام؟ دي هي المسافه ما بين السلك والنقطه اللي انا عايز احسب فيها كثافه الفيض. تمام؟ ودي شده تيار المار في السلك، وده معامل نفاذيه الوسط. هو بيجيبوه لك عشان كده في كراسه المفاهيم او في ورقه الاسئله او ايا كان. المهم بس بالتحديد يعني بس الثوابت دي ما تحفظش اي ثوابت عندك، عشان هو ممكن يغير لك الثابت ده في اي وقت عادي. تمام؟ طيب التركايه برضو التانية فكره اللي هو السلك بالنسبه لي اعرف اتجاه الفيض المغناطيسي بتاعه ازاي؟ بقاعده امبير لليد اليمنى. امسك السلك او احط الصباع ده على السلك من الرسمه، تمام، واعمل ايدي الفها ايد اليمين حواليه. تمام؟ طيب ده بالنسبه لاتجاه الفيض المغناطيسي. وخلي بالك ان علامه الاكس يعني معنى كده ان الفيض المغناطيسي داخل جوه الصفحه، وعلامه النقطه معناها ان هو خارج من الصفحه. تمام؟ طيب في حاجه كمان تريكيه كمان حلوه هو ممكن نسالك فيها، فكره اللي هي ايه نقطه التعادل. ركز معايا. لو انا معايا سلكين، تمام، سلكين لو الاثنين في نفس الاتجاه وسلكين تانيين عكس بعض في الاتجاه، لو الاثنين في نفس الاتجاه فبالتالي نقطة التعادل هتبقى جوه، وكثافة الفيض في المنتصف هنا هتتجاب بالطرح. يعني هجيب كثافة الفيض بتاعت السلك ده وكثافة الفيض بتاعت السلك ده واطرحهم من بعض، وهنا كثافة الفيض هتبقى بالمجموع. كثافة الفيض هتبقى بالمجموع. تمام؟ اما هنا بقى العكس، هنا هبقى اجمع وهنا هطرح. يعني معنى كده ان كثافة الفيض الكلية هنا بي توتال هتساوي بي بتاعت السلك ده زائد بي السلك التاني. هنا بي توتال هتساوي بي بتاعت السلك ده ناقص بي بتاعت السلك التاني، والقيمة المطلقة بتاعتهم يعني. تمام؟ هي دي النقطة بتاعت فكرة التعادل. طيب أنا لو عايز أجيب نقطة التعادل، لو الاتنين في نفس الاتجاه هتبقى في المنتصف. طيب بعد كده أكمل إزاي؟ أكمل على فكرة اللي هو لازم كثافة الفيض بتاعت كل واحدة فيهم تساوي صفر، يعني بي توتال تساوي صفر. فبالتالي أقعد أغير في المسافة لحد ما توصل لي لنقطة معينة. إن يعني مثلا لو النقطة هنا، فبالتالي أقيس المسافة من السلك ده لهنا أو من السلك ده لهنا. تمام؟ وخلي بالك عشان هو ممكن يتخن لك السلك شويه، يعني يزود لك القطر بتاعه. ساعتها المسافه اللي هي دي، المسافه دي هتبقى زائد نص القطر، زائد نص القطر. يعني انا بدل ما اكتب 2 باي دي فهكتبها باشيل دي كده خالص
واكتب اللي هي دي زائد الار. تمام، ده لو في حاله ان السلك تخين، ده لو في حاله ان السلك تخين. طيب تعالى ندخل على فكره الفيض المغناطيسي بتاعه الملف الدائري. ده القانون بتاع السلك. طيب بالنسبه للملف الدائري، ميو اي ان على 2 ار. بالقانون ده انا هعرف اجيب كثافه الفيض عند المركز الملف الدائري ده. تمام. طيب خلي بالك معايا، هو لو مديني اكتر من ملف، يعني لو مديني ملفين متحدين في المركز، هو قال لك انا عايز كثافه الفيض هنا، هجمع كثافه الفيض بتاعت ده زائد كثافه الفيض بتاعت ده، هلاقي المتغير ما بينهم اصلا هي مساله نص قطر ومساله شده التيار. بالمناسبه انا لو عايز اجيب اتجاه التيار في الملف الدائري ليها اكتر من قاعده. انا ممكن اجيبها بطريقه اللي هي البريمه اليمنى. يعني انا لو لفيت بالشكل ده زي ما بتلف المفك بالظبط، فبالتالي لفتك بالشكل ده، فبالتالي القطب ده جنوبي. تمام، فمعنى كده ان الفيض المغناطيسي داخل. طيب لو العكس يبقى القطب ده شمالي والفيض المغناطيسي خارج. طب ركز معايا في الجزئيه دي. كمان انا ممكن استعمل قاعده ثانيه اللي هي قاعده عقارب الساعه. لو انا بصيت على وش الملف كده ولقيته بيلف مع عقارب الساعه، فمعنى كده ان القطب ده جنوبي. طب لو العكس يبقى القطب ده شمالي. تمام، مفهوم الجزئيه دي؟ وان اللي موجوده عندي في القانون دي هي عدد اللفات. طيب عامة نرجع للمسألة بتاعتنا، اللي فكرة اللي هو لو الاتنين التيار بتاعهم في نفس الاتجاه، الاتنين بيلفوا مع بعض، فبالتالي بي توتال في المنتصف هتساوي مجموع كل واحد فيهم. طيب لو الاتنين متحدين المركز وواحد فيهم عكس اتجاه التاني، فبالتالي انا بطرح هنا. طيب لو واحد عمودي على التاني، حلقة تمام، والتانية جواها بس بشكل عمودي، فبالتالي المنظر ده يخليني احل او اجيب كثافة الفيض في المنتصف. ازاي بجيب كثافة الفيض في المنتصف؟ عن طريق قاعدة فيثاغورس. اللي هي جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طب هو ممكن يديني مسائل بشكل تاني، اللي هو مثلا ملف دائري وفي سلك يعتبر مماس ليه. تمام، ركز معايا في الجزئيه دي. انا علشان اصلا اجيب فكره البي بتاعت السلك والبي بتاعت الملف عند المركز، فانا لازم اعرف حاجه معينه، ان هنا المسافه دي تعتبر هي نصف القطر. فبالتالي انا ممكن اشيل الدي دي واحط مكانها ار. طيب بالنسبه لي في فكره اللي هي الملف الدائري، ولو عايز اجيب المحصله اللي موجوده عند المركز، فكره المحصله عند المركز دي هتفرق في اتجاه التيار بتاع السلك واتجاه التيار بتاع الملف. يعني مثلا بالشكل ده، فانا لو طبقت قاعده امبير لليد اليمنى هلاقي ان الفيض المغناطيسي بتاع السلك طالع من الصفحه. طيب لو المجال المغناطيسي بالشكل ده يعني عكس عقارب الساعه، يعني القطب ده شمالي، فمعنى كده برضو ان المجال المغناطيسي خارج من الصفحه. فبالتالي هنا المحصله هتبقى المجموع بتاعت الفيض المغناطيسي بتاع الملف الدائري والفيض المغناطيسي بتاع السلك. طيب لو عكسنا اتجاه اي واحده فيهم يبقى المحصله هتبقى طرح. وممكن يسالك ساعتها على نقطه التعادل، وما دام جبنا سيره نقطه التعادل فهو ممكن يلف لك الموضوع ده لاكتر من صيغه ثانيه. انا اول ما اقول لك اللي دي في نقطه تعادل مثلا عند مركز الملف، فبالتالي انا اقدر اقول لك هات لي شده التيار بتاعت اي واحد فيهم بدلاله الثاني. ليه بدلاله الثاني؟ علشان كثافه الفيض بتاعت كل واحده فيهم دلوقتي متساويه. يعني انا لو جبت كثافه فيض واحده بس هعرف اجيب كثافه الفيض بتاعت الثاني. تمام، لو جبت كثافه فيض واحد بس هعرف اجيب كثافه الفيض بتاع الثاني.
لو انت عايز تجيب شدة التيار من غير ما تدخل في قصة اللي هي كثافة الفيض والحاجات دي، فانت ممكن تعملها بالشكل ده. اي 1 على باي هتساوي اي 2 في ان. دي بتاعت الملف ودي بتاعت السلك. طب لو هو مديني زاوية للملف ده، اعرف اجيب منها عدد اللفات؟ اعرف اجيب عدد اللفات ازاي؟ الان في سكة ممكن اجيبها منها، اللي انا اقسم الزاوية دي على 360، ساعتها هعرف هو عمل لي كام لفة. تمام. طيب في كمان طريقة تانية، في طريقة تانية اللي انا ممكن اجيبها منها عن طريق الطول. عن طريق الطول يعني ايه؟ يعني اللي انا الان بتساوي عندي 2 او بلاش 2 كده، خليها ال على 2 باي ار. اما اقسم الطول ده على المحيط، فبالتالي هيجيب لي عدد اللفات بتاعتي. طيب انا لو قلت لك انا معايا ملف وعملت له اعاده التشكيل، فبالتالي اداني قيمه كثافه فيض تانية، انا عايزك تجيب لي عدد اللفات، تمام، او عايزك تجيب لي نصف القطر بتاعت اي حاله، اول حاله او تاني حاله بدلاله التانية. اعمل الموضوع ده ازاي؟ انا عندي بالنسبه لي الطول بتاع الملف ثابت متساويين، فبالتالي ابدا اغير البيانات بتاعت كثافه الفيض ونصف القطر وعدد اللفات على مزاجي من بعد ما عرفت ان هم متساويين. التغيير ده هيبقى ازاي؟ هيبقى علشان الطول بيساوي 2 باي ار ان تساوي 2 باي ار ان. هنا ار 1 ان 2 ار 2 ان 2. انا ايه اللي خلاني اجيب القانون ده؟ اللي خلاني اجيب القانون ده من القانون اللي لسه قايله لك هنا. لو انا جبت ال دي وحطيتها في طرف لوحدها، تطلع لي ان ال بتساوي ان 2 باي ار. خلي بالك عشان القانون ده مهم، ممكن يجي عليه اي تطبيق في الامتحان. طيب فكره 2 باي ار ان بتساوي 2 باي ار ان، فبالتالي انا ممكن اعمل علاقه بين الار والان. اعمل علاقه بين الار والان. هتبقى ازاي العلاقه دي؟ العلاقه دي هتبقى بالشكل ده: ار 1 على ار 2 هتساوي ان 2 على ان 1. لو انا دخلت كثافه الفيض في القانون ده، هلاقي ان معايا كده الار 1 تربيع على ار 2 تربيع بتساوي ان 2 تربيع على ان 1 تربيع. تمام. يعني انا لو عملت علاقه بين كثافه الفيض، هلاقي ان دول بيساووا لي علاقه بتاعه كثافه الفيض، يعني بي 1 على بي 2 هتساوي لي العلاقه بالشكل ده. بندخل على الملف اللولبي. الملف اللولبي فيه كام تريكايه بسيطه كده، بس هم سهلين يعني ان شاء الله. الملف اللولبي كثافه الفيض بتاعته بتساوي ان في اي في ميو على ال. ان ميو في ان اي على ال، او ايا كان الترتيب اللي انت ممكن تقولها دي. تمام. او خلي بالك هنا ان كابيتال، الان سمول اللي هي عدد اللفات بالنسبه لوحده الاطوال هتبقى العلاقه بالشكل ده: ميو اي في ان سمول. ان سمول دي بتساوي الان كابيتال على ال. تمام. هي دي التركايه في القانون ده. طيب ايه الحاجات اللي هو ممكن يرخم عليا فيها في قصه القوانين دي؟ خلي بالك انا عايز اقول لك اساس من اساسيات الكهرباء، فكره اللي هي ايه؟ ان القطب الشمالي بيتنافر مع القطب الشمالي، والقطب الجنوبي بيتنافر مع القطب الجنوبي. يعني القطبين اللي زي بعض بيتنافروا، والقطبين اللي عكس بعض بيتجاذبوا. انا ليه بقول لك كده؟ انا بقول لك كده علشان تفهم فكره الكهرباء. تفهم فكره الكهرباء يعني ايه؟ يعني مثلا انت لو معاك بوصله، انت البوصله دي اللي انت هتحطها جنب اي ملف او سلك هتتحرك مع حركه الخطوط بتاعه الفيض المغناطيسي. يعني من الاخر كده مؤشر البوصله هيشاور لي على اتجاه حركه الفيض المغناطيسي او المجال المغناطيسي. تمام. في الملف او في السلك. تمام. ملف دائري او ملف لولبي. طب خلي بالك معايا، انا ممكن اعمل لك ملف لولبي عادي جدا، الملف ده يبقى ليه قطب واحد بس، كل جنب عليه نفس القطب. يعني الجنب اليمين
قطب شمالي وقطب والجنب التاني قطب جنوبي. ازاي ده؟ عن طريق اللي انا اعدل شويه في لفه اللفات، عن طريق اللي انا اعدل شويه في لفه اللفات. بالشكل ده انا دلوقتي خليت لك كل قطب هو نفس القطب. يعني مثلا التيار هنا هيبقى ماشي في انهي اتجاه؟ هيبقى ماشي لفوق كده. اول لما اطبق قاعده عقارب الساعه وابص على الشكل ده هلاقي ان الشكل ده بيدور مع عقارب الساعه، فمعنى كده القطب ده جنوبي. طيب تعالى الناحيه الثانيه، التويستايه اللي انا عملتها هنا دي غيرت لك طبيعه الملف العاديه اللي انت متعود عليها، خلت لي ان القطب ده يبقى كمان جنوبي معايا، القطب ده يبقى جنوبي معايا. التويستايه اللي انا عملتها دي خلت لك طبيعه القطب ده تتغير، بدل ما يكون شمالي عشان ده جنوبي خليت اللي هنا القطب ده يكون جنوبي زي التاني. دي طريقه انا ممكن اغير بيها طبيعه الاقطاب. طيب خلي بالك معايا في قصه الملف اللولبي كمان، هو ممكن يحط لك اكتر من تريكايه. هو ممكن يقول لك ان اللفات بتاعه الملف اللولبي متماثله. اللفات بتاعت الملف اللولبي متماثله. يعني ايه اللفات بتاعت الملف اللولبي متماثله؟ يعني معنى كده ان اللفات لازقه في بعضها، فبالتالي الطول معايا الطول بتاع الملف اللولبي هيساوي ان في 2 ار، ان في 2 ار. وخلي بالك الار دي انا بميزها عن الار الثانيه اللي كانت موجوده في الملف الدائري بفكره ايه؟ بفكره ان الار دي هي نصف قطر السلك اللي انا عامل منه الملف اصلا، فبالتالي انا بضرب نصف القطر بتاع السلك ده في 2 علشان يجيب لي القطر كله، وبالتالي اضرب العرض ده كله بتاع السلك في العدد اللفات عشان اعرف اجيب الطول بتاعي، عشان اعرف اعوض بيه في المساله بالقانون ده. خلي بالك هو لو جاب لك العلاقه اللي هي بتاعت ان في عندك ملف وسلك مستقيم، سلك مستقيم عاملين علاقه مع بعض يعني هو لازقين في جنب بعض، فبالتالي انا لو عايز احسب كثافه الفيض في منتصف الملف فانا اقدر اجيبها عن طريق نفس الفكره اللي انا كنت بعملها مع سلك وملف دائري او ملفين دائريين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو هما الاثنين في نفس الاتجاه، لو التيار في نفس الاتجاه فبالتالي المحصله هتبقى المجموع. طيب لو الاثنين عكس الاتجاه مع بعض فبالتالي المحصله هتبقى طرح. طب لو السلك والملف عموديين على بعض فبالتالي المحصله بتاعتهم هتبقى بقاعده فيثاغورس، جذر ب1 تربيع زائد ب2 تربيع. خلي بالك معايا انا ممكن اديك تريكايه ثانيه اللي انا اربط لك بين الملف الدائري والملف اللولبي، بحيث ايه؟ بحيث ان انا لو قلت لك ان الملف الدائري بتاعي اتغير شكل لفاته بحيث ان انا بعدتهم عن بعض. ثانيه واحده، انا اول لما ابعدهم عن بعض هما كده بعدوا عن بعض، يعني كده كونوا لي ملف لولبي. طب الملف اللولبي اللي هو كونه لي ده انا اعرف ازاي العلاقه ما بينهم، ما بين كثافه الفيض؟ العلاقه بتاعت كثافه الفيض ما بينهم دي هتتغير على حسب الطول ونصف القطر بتاع الملف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كثافه الفيض بتاعت الملف الدائري بالنسبه لكثافه الفيض بتاعت الملف اللولبي بتساوي ال اللي هو طول الملف اللولبي على 2 ار اللي هي الملف الدائري. فكرة القوة هي القوة مش فيها كلام كتير يتقال. يعني مثلا انا عندي في الدرس ده كله بالظبط هم قانونين، قانون عزم الازدواج وقانون القوة في عزم ثنائي القطب، بس ده يعني ايه يعتبر قانون يعني ايه سلس شوية. خلينا في قانون القوة الاول. الاف عندي بتساوي بي اي ال، تمام، ساين سيتا. خلي بالك بقى الزاويه دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن نفس فكره الزاويه بتاعه الفيض المغناطيسي، يعني الزاويه ما بين الملف او السلك والمجال المغناطيسي، تمام، هي دي الزاويه. طيب لو قال لك ان الزاويه دي بتتحرك من العمودي فبالتالي بطرحها من 90 زي الثانيه. طب خلي بالك معايا انا لو مديك اكتر من سلك وهترصصهم لك جنب بعض، تمام، وغيرت لك شويه في اتجاه التيار بتاعهم او خليت الاثنين في الثلاث سلوك في نفس اتجاه التيار، انا عايزك تقول لي مين اكبر قوه او مين اللي بتاثر عليه اكبر قوه من باقي السلوك. خلي بالك معايا في قصه القوه دي، تمام. مبدئيا انا يعني ايه في رصه قوانين كتير على قصه القوه، بس انا عايزك تجيب لي الاول
كثافه الفيض او محصله كثافه الفيض عند كل واحد فيهم، سواء بالجمع او بالطرح. يعني هما لو بالجمع عشان لو الفيض المغناطيسي او المجال المغناطيسي موجود في نفس الاتجاه بتاع المجال المغناطيسي بتاع السلك الثاني. طيب لو الاتجاهين عكس بعض فبالتالي المحصله تبقى بالطرح. تمام؟ خلي بالك معايا، انا اول لما اجيب المحصله هنا بالنسبه لي الثلاث سلوك او ايا كان هو بيحطهم لك اساسا بنفس الطول، فبالتالي ال دي معايا مش هتتغير، ده ثابت معايا يعني مش بيأثر لي على العلاقه. اللي بيأثر لي على العلاقه شده التيار نفسه، شده التيار نفسه، دي شده تيار السلك. ركز معايا، اما البي دي هي المجال المغناطيسي اللي مأثر على السلك. البي هي المجال المغناطيسي اللي مأثر على السلك، مش المجال المغناطيسي بتاع السلك نفسه. تمام؟ مهمه جدا الجزئيه دي. طيب ده بالنسبه للقوه. طيب بالنسبه بقى للتاو بتاعتي اللي هي عزم الازدواج. القانون ده لو يجي بالشكل ده هو انت ممكن تعوض فيه بشكل مباشر. هنا عدد اللفات، دي المساحه، دي شده التيار، ودي البي. قبل بس ما ندخل على قصه عزم الازدواج انا عايز اعرفك ان فكره اتجاه القوه هنا في الباب ده بالتحديد بيتحدد بقاعده فليمنج لليد اليسرى. يعني ايه فليمنج باليد اليسرى؟ يعني لازم يكون في بطاريه او مصدر كهرباء يدي السلوك دي كهرباء، ساعتها بستعمل فليمنج لليد اليسرى. طيب لو مفيش مصدر كهرباء ساعتها بستعمل فليمنج لليد اليمنى. تمام؟ لو في توليد كهرباء بالقوه الدفعه الكهربائيه المستحثه يبقى ساعتها بستعمل فليمنج لليد اليمنى. تمام؟ اما لو مفيش وفي بطاريه معايا هي اللي بتولد لي الكهرباء فبالتالي انا بستعمل عادي قاعده فليمنج لليد اليسرى. الثلاث صوابع دول بيعبروا لي عن اتجاه التيار. الصباع ده بيعبر لي عن اتجاه الفيض المغناطيسي، ده هو اتجاه القوه اللي معايا، ده اتجاه القوه اللي معايا. تمام؟ طيب انا لو قلت لك ان السلك او الملف بتاعي في وضع موازي، في وضع موازي فمعنى كده ان الزاويه ما بين العمودي والملف، الزاويه بين العمودي والملف بتساوي 90، فبالتالي التاو او عزم الازدواج ماكسيمم. ليه؟ علشان الزاويه هنا ما بين العمودي اللي على الملف والمجال المغناطيسي، مش الزاويه ما بين الملف والمجال المغناطيسي، يعني الزاويه دي بين العمودي على الملف والمجال المغناطيسي. فبالتالي لما يكون الملف في وضع موازي فمعنى كده ان الزاويه 90، فبالتالي دي اعلى قيمه للساين، وبالتالي بي اي في ايه في ان بتطلع لي اعلى قيمه معايا. تمام؟ طيب ده بالنسبه للتاو. طيب في حاجه كمان بس انا عايز اقولها لك اللي هي فكره اللي هي ايه، عزم ثنائي القطب. عزم ثنائي القطب عامه بالنسبه لي هو بيساوي اي في ايه في ان. ما بتجيش عليه اسئله كتير بس لو جه هو عامه سهل وبسيط. بيساوي تاو على البي ساين سيتا. طب خلي بالك معايا في قصة القوة، لو هو اداني سلك بيأثر عليه قوة مجال مغناطيسي للأرض، يعني بيأثر عليه قوة الجاذبية، فبالتالي قوة الجاذبية دي هي القوة المنافرة للقوة اللي بتأثر على السلك بتاعي. فأنا أول ما نوصل مثلا، هو لو سألك أنا عايز أوصل لوضع الاتزان في قصة السلك دي، أنا أوصل لوضع الاتزان لازم إن القوة بتاعة مجال المغناطيسي للأرض تساوي القوة المغناطيسية اللي أنا عاملها على السلك، بحيث الاثنين يتساووا، فبالتالي السلك يكون في وضع الاتزان. يعني لازم الاف بتاعتي اللي هي بي في اي في ال لازم تساوي لي القوة بتاعة المجال المغناطيسي بتاع الأرض اللي هي ام جي، اللي هي بتاعة الجاذبية الأرضية. طبعا لو فكيت الكتلة عن طريق اللي هي الكتلة بتساوي كثافة في حجم، ممكن يطلع لي 100 قانون على القانون ده، وبالتالي المسألة بالنسبة لي سهلة وبسيطة. ندخل بقى على فكرة الأجهزة، وأغلب أسئلة الأجهزة مباشرة أو
يعني ليها سكه ان انت تمشي فيها. انا لو عايز اجيب حساسيه الجلفانو، حساسيه الجلفانو بتساوي الزاويه على شده التيار. طيب لو انا عايز اعرف اقصى شده تيار ممكن يقيسها الجلفانو بعدد الاقسام، تمام؟ هضرب عدد الاقسام اللي عندي في دلاله القسم، في دلاله القسم. يعني مثلا لو المؤشر عندي عشان يوصل من صفر للواحد، فالواحد ده هي دلاله القسم، تمام؟ انا عايز اشوف بقى المؤشر بتاع الجلفانو متقسم بانهي شكل، تمام؟ وخلي بالك معايا برضو في شكل الجلفانوميتر لازم تحفظ شكل الاقطاب بتاعته عامل كده ليه. هو اصلا شكل الاقطاب بتاعته عامله ازاي؟ طب المؤشر موجود على الطرف ولا في المنتصف؟ طب المؤشر بتاعه منتظم ولا غير منتظم؟ كل الحاجات دي بتفرق معايا. طيب انا ليه بستعمل ملف سمبوركي جوه الجلفانوميتر؟ ايه فايده كل الحاجات دي؟ كل الحاجات دي موجوده عندك في الكتاب، موجوده بشكل مباشر، تمام؟ لو دخلنا على الاميتر هتلاقي اول حاجه هو ممكن يطلبها لي على الاميتر، وبالمناسبه صحيح بالمناسبه اللي احنا دخلنا على اجهزه ثانيه، هو لو قال لك في اول المساله اللي هو انا شغال على اميتر وفولتميتر، ده مش معناه ان هو شغال على الاثنين دول دلوقتي، لا ده ممكن يقول لك في اخر المساله انا عايزك تحول لي الجلفانوميتر ده لفولتميتر او اميتر. فبالتالي انت هتحوله ازاي؟ انت بتحوله عن طريق مضاعف الجهد او مجزئ التيار، فانت لازم ساعتها هو بيطلب منك قيمه مجزئ التيار ده. RS بتساوي اي جي اللي هي الاي بتاعت الجلفانوميتر في الار جي مقاومه الجلفانوميتر على اي اللي هي التيار الكلي ناقص اي جي. فانت كده لازم انت كده فهمت ان انا لازم اجيب التيار الكلي علشان اقدر اجيب قيمه مجزئ التيار. طيب انا لو عايز اجيب الحساسيه بتاعت الاميتر ده، او لو انا عايز اجيب قيمه مقاومه الاميتر ده، هجيبها ازاي؟ نبدا بالحاجه السهله اللي هي فكره المقاومه. في الاميتر دايما بيبقى المقاومتين توازي مع بعض، فانا لو عايز اجيب المقاومه المكافئه او مقاومه الاميتر كله على بعضه، المقاومه دي بتساوي نفس طريقه التوازي اللي هي R في R على R زائد R. هي دي الطريقه، R دي اللي هي RS زائد في RG على RS زائد RG زائد RG. طب لو انا عايز اجيب حساسيه الاميتر ده، حساسيه الاميتر بالنسبه لي بتساوي RS على RS زائد RG اللي هي النسبه ما بين التيارين بتاعه التيار بتاع الجلفانوميتر زائد التيار الكلي اللي معايا. اي جي على الاي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. طب لو احنا سيبنا دلوقتي الاميتر ودخلنا على الفولتميتر، الفولتميتر ده انا اجيب المقاومه اللي هي المتصله بيه على التوالي، متصله بالجلفانوميتر بتاعه على التوالي اللي هي مضاعف الجهد. ازاي المقاومه دي؟ انا بجيبها بالشكل ده اللي هي الار ام بتساوي في ناقص اي جي ار جي على اي جي. هي دي الطريقه اللي انا ممكن اجيب بيها قيمه مضاعف الجهد او مقاومه مضاعف الجهد بتاعي، تمام؟ طيب انا لو عايز اجيب الفرق الجهد اللي بيقيسه الفولتميتر ده، هجمع فرق الجهد اللي بيقيسه مضاعف الجهد زائد فرق الجهد اللي بيقيسه الجلفانومتر. طبعا انا لو عايز اجيب المقاومه الكليه، فعشان المقاومات الكليه بتاعه الفولتميتر متصلين مع بعض على التوالي، فبالتالي الحل بتاعهم هيبقى جمعهم، الاموتر عامه هو سؤال بسيط بس يبان لك المسائل بتاعته فيها رغي كتير، بس هي بسيطه. يعني هي عامه مسائل قايمه على فكره اللي انا لو يعني المؤشر بتاع الاوميتر كان بيوصل عند عند القيمه النهائيه بتاعته عند شده تيار اي. طيب اول لما انا ضفت له مقاومه، فبالتالي مؤشر التدريج رجع للتلت. انا هحسب المسائل دي ازاي؟ تمام، هحسب المسائل دي عن طريق ان انا اشوف ان شده التيار الاولانيه كانت كام، تمام؟ وبالتالي هحسب كده على المقاومه بتاعته واشوف المقاومه بتاعته زادت قد ايه. يعني المؤشر وصل للتلت، فمعنى كده ان المقاومه بقت 3 مرات
المقاومه الاصليه بتاعته. فاول لما المقاومه تبقى 3 مرات المقاومه الاصليه بتاعته، فمعنى كده ان هو انضاف له مقاومه ضعف المقاومه بتاعته. تمام. انا عشان اوصل لفكره يعني المؤشر قل التلت. تمام. فمعنى كده ان قيمه المقاومه بتاعته اتضاعفت ل3 مرات. طيب معنى كده ان الار بتاعته اصلا بار، يبقى هو حط له مقاومه قد ايه عشان توصل لل3؟ اتحط له ار 2 او 2 ار. تمام. 2 ار دي المقاومه المضافه. طيب انا لو عايز اجيب شده التيار، شده التيار عامه القانون بتاعها بالنسبه لي معروف، اللي هي الفي بتاعه الاوميتر ده على كل المقاومات بتاعته. تمام. زائد المقاومه الاصليه، زائد المقاومه الاصليه اللي هي بنسميها ار اكس. تمام. كل دول اللي هي المقاومات بتاعته بتتجمع عشان كلهم في حاله توالي مع بعض، وبعد كده بجمعهم مع المقاومه اللي هو ضايفها لي. تمام. وبس كده. دي تقريبا كل الافكار الموجوده على الباب الثاني. تمام. اشوفكم ان شاء الله على الباب الثالث بكره.